موتكم النار. الكل سيموت، الكل سيفنى، الكل سيتلاشى، لم يبقى إلا الحي الذي لا يموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. يقول الوليد بن أنور يريد القي كلمة. لا مهرب من الموت ولا مفر ولا منجا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نتذاكر معكم في هذه الدقائق اليسيرة عن الموت. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الكل سيموت، الكل سيفنى، الكل سيتلاشى، لم يبقى إلا الحي الذي لا يموت. كل من عليها فان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا مهرب من الموت ولا مفر ولا منجا عنه ولا مقر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ملاقيكم، من بين أيديكم ملاقيكم ومن خلفكم ملاقيكم وعن أيمانكم ملاقيكم وعن شمائلكم ملاقيكم. فأين تذهبون وإلى أين تفرون؟ والموت ملاقيكم لا محالة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فأين يفر العصاة؟ أين يفر العصاة من الموت وهو مدركهم لا محالة؟ ما عليهم إلا أن يتوبوا إلى الله قبل أن يفجأهم الموت. هل ينفع الاختباء حتى ولو كنا في مغاراه، حتى ولو سكننا القصور العاليات؟ فإن الموت لا محالة مدركنا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا تراك الصلاة، أينما تكونوا يدرككم الموت. يا آكل الربا، أينما تكونوا يدرككم الموت. يا من ينظر إلى الحرام، أينما تكونوا يدرككم الموت. يا من يستمع الأغاني، أينما تكونوا يدرككم
يدرككم الموت. يا شباب، يا من عبثتم بشبابكم، يا من لعبتم بهذا الشباب، أينما تكونوا يدرككم الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم خطيبا في قومه فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. يؤتى بالكفار والموقفون على جهنم، يوقفون على النار، فعند أن يعائلوها يطلبون من الله الرجعة إلى الدنيا. ولو ترى إذ وبكوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لكن هيهات هيهات أن يهدافوا إلى ذلك. لو أن للواحد منهم مثل هذه الأرض ذهبا لقال: خذه يا الله، خذ هذا الذهب كله وأنقذني من النار. بل أن الواحد منهم يريد أن يبتدي نفسه بأحب الناس إليه وأقرب الناس إليه. هذه زوجتي، خذها وأدخلها النار وأنقذني منها. هذا ولدي، خذه وأدخله النار وأنقذني منها. هداتي، هذه فصيلتي، عشيرتي، فصيلتي، وأنقذني منها. أهل الأرض كلهم خذهم كلهم وأدخلهم النار، لكن أنقذني منها. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا إنها لظى وإذ فيهم يسعون فيريدون الطعام فيعطونه، لكن أي طعام هذا الذي يعطونه؟ السقوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فمالئون منها البطون. إن الزقوم لا يأكل الواحد منه لغمة أو لغمتان، بل يظل يأكل منه حتى تمتلئ بطنه. القطرة منه كثيرة في أن تسقي أهل الأرض كله، وهم يطعمونه ويأكلون منه حتى تمتلئ بطونهم. يا الله، ما أعظمه وأشده وأنكل هذا العذاب. هاتوا لي ماء، أريد ماء، فيقال بالماء، يعطى الماء ويقاث به، لكن أي ماء هذا؟ يقاث بماء كالمهل، يقاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وإلى هنا نكتفي بهذا القدر.